ايضا من يفوز بالبطوله العربيه نهائي يوم الخميس القادم في الجزائر، منتخب الجزائر تحت 17 سنه مع نظيره من المغرب المنتخب المغربي. نهضة بركان بطل الكونفدرالية بيلتقي أيضا في الرباط يوم 10 سبتمبر الجاري مع نادي الوداد في نهائي السوبر الأفريقي. أي موضوع تحبوا تكلمونا فيه غير التوقعات دي تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا الكرة الأفريقية مع طارق رضوان. في كمان مدثر إبراهيم العركي، أنا من أشد المعجبين ببرنامجكم وحضرتك، بشكرك جدا يا مدثر. الزمالك بطلا لكأس لوسيل، الوداد بطلا للسوبر الأفريقي، الصفاقسي لكأس تونس، والمغرب بطلا للعرب. بدران أبو جنات، أنا زملكاوي لكن الهلال قوي جدا ولذلك فرصه في السوبر كبيرة، وبيقول السوبر الأفريقي الوداد. يلا نروح بقى للدوري المغربي، دوري ساخن جدا، بدأ بداية قوية جدا. الأسبوع الماضي كان الأسبوع الأول مثلا، الفتح الرباطي كان تعادل مع نادي الوداد 1-1، وعلى الجانب الآخر الرجاء اللي هو المنافس التقليدي كان بيلعب مباراة منافس تقليدي للوداد يعني مع أولمبيك أسفي. أولمبيك أسفي ده هو مديره الفني كابتن طارق مصطفى مدرب المصري، وهو من فرق المؤخرة يعني النص تاني من الجدول. يلا نروح لمركب محمد الخامس ملعب الرجاء، حضور جماهيري غفير. الرجاء بالفانيلات الخضراء، أولمبيك أسفي الأحمر في أسود، وأولمبيك أسفي يباغت الرجاء بعرض رائع جدا ويتقدم بالهدف اللي انتم شفتوه ده عن طريق يوسف النجاري في الدقيقة 8. يوسف النجاري في الدقيقة 8 بيسجل هدف التقدم. ورغم ان اولمبيك اسفي زي ما انا قلت شعبيته اقل بكتير قوي من الرجاء، بس جمهوره رايح وراه وبيزحف وراه عشان يؤازر الفريق. الرجاء طبعا فوجئ يعني مش متخيل. طارق مصطفى بيجيد اللاعب بشكل رائع جدا مع الرجاء ومع الوداد ومع الفرق الكبيرة وبيحرجها دايما. وطارق مصطفى الحقيقه واجهه مشرفه زي ما قلت هو وحسام البدري لينا في شمال افريقيا، وشغلهم باين جدا وان شاء الله يكملوا. طارق السنه اللي فاتت السنه المهمه كان الفريق بينافس على الهبوط، لا معاه هو في المركز السابع، وشوفوا حتى الهدف جميل يعني تحس ان هذا الفريق بيلعب كوره. وعلى فكره طارق عمل تغييرات كثيره في الفريق، ولكن الفريق بتحس ان في تجانس وتناغم بين افراده. لسه طبعا 1-0 اهو، وده في اول 10 دقايق. كمان فريق اولمبيك اسفي ما بيعتمدش على انه متقدم بهدف، وبقيت لهجماته المرتده خطوره كبيره جدا. وادي واحده هنا ناحيه اليمين ويسجل منها عبد الله ديارة الهدف الثاني، ده في الدقيقه كام؟ 21. يعني اولمبيك اسفي فريق طارق مصطفى بيحرج الرجاء اللي مديره الفني مين؟ فوزي البنزرتي، واحد من ابرز واهم المدربين في العالم العربي. الرجاء واحد من اكبر الفرق اللي هي شعبيه طبعا، هو والوداد في المغرب، فريق له خبرات. واول مواجهه بيتقدم اولمبيك اسفي 2-0 في اول ثلث ساعه على الرجاء، او في اول 21 دقيقه. طبعا نتيجه مش في الحسبان ولا في البال. وعايز اقول لحضراتكم انه جمهور الرجاء كمان جمهور صعب جدا، ويعني بيؤازر الفريق بتاعه بشكل جيد جدا، وصعب انك تسجل هدفين كده في ملعبه في اول تلت ساعة. لكن ده اللي حصل. كرة جميلة، كرة على الارض، حافظين بعضهم، بياخدوا مراكز جميلة جدا وطريقة اداء هايلة. عشان كده طارق كسب احترام الشارع المغربي. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد او في الدقائق القادمه؟ اولمبيك اسفي ومديره الفني طارق مصطفى بيتقدم على الرجاء في عقر داره 2-0. الرجاء بيضغط بكل صفوفه وبيسعى لتسجيل الفارق. 2-0 طبعا نتيجه صعبه، وبتبتدي الفرص تتوالى وبيحاول الرجاء وبيضغط بكل صفوفه. الكره دي الحقيقه فيها جدل، يعني انا مع احترامي الشديد فيها جدل. هو طبعا الحكم صفر وهم بتوع الرجاء قالوا له بينالتي، الناحيه الثانيه اولمبيك اسف قالوا لا مش بينالتي، لكن فيها جدل كبير والحكم ما كانش ادى حاجه، ولكن هيرجع للفار. ادي الكره ملعوبه مشتركه وزحمه جوه ال 18، اولمبيك اسفي يشتتها، لاعب اولمبيك اسفي ابعد الكوره، بس اقدر اقول انه خد رجل برضه مدافع الرجاء، يمكن بانت هنا شويه فيها نوع من التهور. اهو بصوا حضراتكم ما خدش الكوره، تعرفوا لو خد الكوره بعدها ماشي، لكن هو فعلا الكرة دي انا وجهة نظري مش فيها جدل، لا هي فعلا ضربة جزاء صحيحة، دي نقطة لازم نقول عليها.
الرجاء هينجح عن طريق محمد ناهيري، وده كان لاعب سابق في الوداد، انه يسجل ضربه الجزاء عشان يبقى النتيجه 2-1 في الدقيقه 33. وطبعا جمهور الرجاء يحرك الصخر، وما زال التقدم لاولمبيك اسفي 2-1 في الاسبوع الاول في الدوري المغربي. للعوده في نتيجه هذه المباراه تصبح النتيجه الان 2 الاهداف مقابل هدف واحد. اذا محمد الناهيري ينجح في توقيع اولى اهداف فريق الرجاء هذا الموسم. ضغط خالد علوي مشى للجهه اليسرى، ومحمد الناهيري اختار الجهه اليمنى ليضع مساحات بالنسبه لباقي اللاعبين. امامنا المسانده الكبيره من جماهير فريق الرجاء وكذلك جماهير السفيويه، جماهير اولمبيك اسفي. صراحه انتقلت كذلك باعداد كبيره. مرابط مشى من الجهه اليمنى في الوقت اللي عبد الله ديار اخذ الكره. وصلنا دلوقتي للدقائق الاخيره، الحكم مدي دقيقتين، وفي كره الحقيقه كان فيها جدل كبير جدا لفريق اولمبيك اسف في المباراه، برضه ضربه جزاء، ولكن الحكم تغاضى عنها. بس مش هي ديت يعني، انما في لعبه حتى طارق مصطفى في كل حواراته يعني اتكلم عليها وقال ان احنا اتظلمنا. الهدف الثاني للرجاء في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني عن طريق جمال حركاس عشان تبقى نتيجه 2-2. واضح ان مباراه مشتعله. الاولمبيك اسفي كان متقدم 2-0، الرجاء سجل هدفين، بقت النتيجه 2-2. الملعب طبعا هو ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، واصبحت النتيجه 2-2. اولمبيك اسفي رغم انه بيلعب خارج ملعبه ورغم انه الرجاء سجل التعادل، لكن اولمبيك اسفي هيبحث عن الفوز وبيهاجم، والرجاء ايضا هيبادلوا الهجمات، وانتهت المباراه 2-0. ادي الهدف اهو مره ثانيه. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا كانت مباراه قويه جدا. الرجاء طبعا زي ما قلت لحضراتكم واحد من الفرق الكبيره. طيب يبقى مبروك للكابتن طارق مصطفى. طارق مصطفى مدرب مميز. طارق مصطفى كل وسائل الاعلام بعد المباراه ما انتهت راحت وحاولت تسمع حواره، الحقيقه واجهه مشرفه، بيرد بشكل جميل جدا. هنشوف طارق مصطفى يا ترى قال ايه بعد المباراه عن اللقاء وعن التعادل 2-2 مع فريق كبير في حجم الرجاء ومديره الفني مين؟ فوزي البنزرتي. بالمناسبه الرجاء بينتظر الفاز من بطل النيجر وبطل غينيا ان شاء الله في الدور القادم، دور ال 32، مش هيلعب في التمهيدي وبالتالي عنده فرصه. تعال نشوف طارق مصطفى. كنا كسبانين والسيناريو اللي احنا حطيناه والطريقه اللي احنا حطيناها واسلوب اللعب الحمد لله بشكر اللعيبه نفذوه بشكل كبير جدا. كنا ممكن نكسب المباراه ونقتل المباراه، ولكن ضربه جزاء عكس سير المباراه رجعت الرجاء تاني 2-1، وكنا ممكن في اخر مباراه نكسب ولينا ضربه جزاء، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله. النتيجه برضو انا بعتبرها ايجابيه، تاخد نقطه من الرجاء في محمد الخامس في بدايه الدوري بالنسبه لنا وبالنسبه لهم. انا اشوف الحمد لله والشكر لله نبني عليها، لان احنا اسفي الجدول ظالمنا شويه. احنا عندنا 5 مقابلات، بتلاعب 4 فرق بيلعبوا في افريقيا السنه الجايه، اول ثاني ثالث رابع، ومعاهم طنجه فرق كبيره كلها. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكرمنا وناخد اكتر نقاط من ال5 مباريات. بحب العب في محمد الخامس، انا بحب العب محمد الخامس، ملعب كبير وجمهور كبير، ودايما الحاجات دي لما بيكون عندك ثقه بتديك زي ما بيقولوا تركيز اكتر وحلاوه اكتر. فانا بحب الجمهور وبحب العب تحت الضغوط. لا دي طبعا امنيتي واتمنى، لان حمد الله هيودينا لحته تاني. عندي فراوده كويسين جدا، عندي عبد الغفور، عندي منافاز، عندي ايمن، عندي دياره، عندي سماكه، عندي الحمد لله عدد كبير من الفراوده اللي ممكن، ولكن الحمد لله هيفضل لعيب كبير هداف الدوري السعودي، ابن مدينه اسفي. شرف لينا وشرف لي ان احنا كلنا ان شاء الله نتجمع عشان نعمل حاجه لجمهور اسف ان شاء الله باذن الله. الحمد لله كما كتعرف سيمانه وحنا كنتريني وجينا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه. الجانب الاخر نادي الوداد، قلت لكم في الاسبوع الاول كان عنده مباراه قويه جدا مع الفتح الرباطي، واحد من الفرق ال5 الاوائل دائما وفريق قوي. تعادل معاه في ملعب مولاي الحسن 1-1، لكنه فاز 3-1 امبارح. تعالوا نشوف. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ده لقاء اولمبيك اسفي والرجاء. احنا عايزين نشوف لقاء الوداد، مش مشكله يعني اذا كان الوداد جاهز
ممكن نشوفه. ده ماتش الرجاء شفناه واولمبيك اسفي وانتهى 2-2. مروان الوداتي كان سجل لفريق الفتح في الدقيقه 45 والوداد سجل له هدف التعادل ايمن حسوني. الوداد زي ما قلت هيلعب يوم 10 سبتمبر السبت القادم مع نهضة بركان نهائي السوبر الافريقي. الوداد برضو في دوري الابطال راحه خلال التمهيدي والدور القادم بيلتقي مع الفائز